والبطالمة نفسهم اللي أسسوها كانوا يعرفوا المكتبات كويس قوي. كمان عظمتها ترجع برضو إنها فيها كتب وعلوم الحضارتين الفرعونية والإغريقية. وهنا بقى وفي الوقت ده حدث المزج العلمي والالتقاء الثقافي والفكري بعلوم الشرق وعلوم الغرب. فهي نموذج للعولمة الثقافية القديمة اللي أنتجت الحضارة الهيلينستية، حيث اندمجت الفرعونية مع الإغريقية. والأسباب الحقيقية لاختفاء مكتبة الإسكندرية القديمة والمؤكدة تاريخيا إن الأسطورة اتدمرت نتيجة حريق كبير قوي اتسبب فيه يوليوس قيصر عام 48 قبل الميلاد.